من لحظة اللي طرحنا فيها الأسبوع الماضي قضية اغتصاب ومقتل ابنة ال5 سنوات لين طالب، واستقبالنا لوالدها بعد القضية أو قضية هالطفل الضحية مثار أخذ ورد وجدل واتهامات متبادلة من يلي كان المفترض فيهم يكونوا حامينا وحاضنينا. أهل الأب بعدهم عم بيطالبوا بكشف الحقيقة واتهام الأم بالإهمال. أهل الأم اتهموا عائلة البي بأنه الاعتداء على لين صار قبل ما توصل لعندهم. بعض الناشطين على مواقع التواصل عم بتابعوا شو عم يصدر من أقاويل متناقضة، بينما التحقيق ما حسم لهلأ مين الجاني ومن قتل لين. كما انتشرت أخبار غير موثوقة أنه عم الطفلة هو المعتدي، وأنه الجهات الأمنية اعتقلته لترجع عائلة لين من جهة الأب تنشر صورة لكل أعمام الطفلة بتأكد أنه ما في حدا منهم متهم وأنه هالأخبار هي أخبار كاذبة. شو صار بالتحقيق؟ ليه بعد لهلأ ما في ولا دليل على الجاني الحقيقي؟ بستقبل الصحفية الاستقصائية الزميلة ليال بوموسى. أهلا وسهلا فيك ليال. أهلا فيك رابعة، وطبعا مساء الخير للمشاهدين. مساء النور. حبينا الليلة ليال تكوني معنا لأنه مثل ما شايفة كل واحد عم يفتح على حسابه اتهامات، وحتى على وسائل التواصل الاجتماعي عم بيصير في يعني لعب بهالقضيه او متاجره بهالقضيه، وبالاعلام ما بعرف قد ايه في ناس عن قصد او عن غير قصد عم بيتاجروا بهالقضيه. وين قضيه لين اليوم؟ باي محكمه؟ أول شيء قضية لين بلش التحقيق فيها بمخفر برقايل، انتقلت لفرع المعلومات بالشمال. إذا بدنا نقول رابعة اللي عم تحكيه كتير دقيق، يعني كل المقدمة اللي حكيت عن معلومات غير موثوقة وطبعا تبادل للتهم، ولا حدا رح يقول ولا حدا لحديت هاللحظة قال أنا اللي كنت عم بتحرش كل هذه السنوات أو أنا اللي اغتصبت. ما حدا منهم قالها، وما حدا برأيي رح يقولها بهيدا الوضوح، لأنه أساسا التعاطي عم بيصير برواق كتير بالموضوع. وهيدا التعاطي مش بس بقضية لين، إنما بمتابعتنا لكتير قضايا فيها تحرش ورح نفوت فيها بعدين. كمان في هيدا التعاطي المرن يلي ما لازم يكون بهيدا الأسلوب. إذا بدنا نحكي قضائيا أو إذا نحكي بالتحديد أمنيا اليوم عم ينقال انه ايه صحيح انحكى انه عم البنت وصار في لغط بين عمها المحبوس يلي عمره 20 سنه بالعشرينات وعمها اللي عمره 16 سنه هو اللي اعتدى عليها. صار في استمعوا لافادته لعمها عمر ال16، وهون انا بطلب من الكل ما تقولوا اسمه، لانه على القليل اسمه ولا صورته، لانه كمان اذا كان هذا الشخص بريء نحن عم نرتكب جريمه بحقه. صحيح. يعني نحن عم نجرب قد ما فينا نلطف المعلومات اللي تم نشرها بوضوح. يعني شو مهم اللي عم بتقولي؟ انه في ناس عم تستسهل، تنزل صوره، تنزل اسم، تدعي. وين الميثاق الاخلاقي للاعلام وحتى عند الناس؟ يعني الضمير مفترض يحكم. صحيح. هيدا الشيء كثير مأذي بحق، لانه اليوم انا ما بحمل على ضميري اني سمي، لانه ما بينعمل سكوب بجريمه ضحيتها طفله بريئه تم اغتصابها، ما بينعمل سكوب بهذا الموضوع. نحن اليوم بنحكي المعلومات، لو يمكن بنعرف اكثر ما بحق لنا نحكي الا اللي نحن بنضلنا حاميين فيه التحقيق لحديت ما نشوف في مماطله او محاوله لاخفاء الحقيقه. نحن بنكون عم نتدخل كصحافه استقصائيه. في مماطله ليال؟ في مماطله. في اول شيء ما بدي اقول في مماطله لليوم، في طريقه مرنه بالتعاطي. يعني اليوم صار في جريمه تم توقيف هذه الطريقه المرنه مع جريمه من هالنوع؟ أنا برأيي لا طبعا، لأنه أنا دايما بقول بجريمة من هالنوع بتقاذف مسؤوليات أنا بحط كل العائلة بالحبس وببلش طلعهم واحد واحد، مش بتركهم حرين وعم بيعملوا مداخلات إعلامية وتناقل اتهامات بين بعضهم وما في حدا عم يقدر يحمي، وفي أسماء عم تنطال ويمكن هي بريئة. السوشيال ميديا عم تساعد والناس وكل طبعاً. حدا فاتح على حسابه، يعني محكمة. إذا بدنا نحكي اليوم أمنيا وقضائيا، اليوم المعلومات جامدة، ما في أي تطور بالأيام الأخيرة من ناحية شو النتيجة. هل في مرتكب واضح؟ هل في مدعى عليه؟ هل في موقوف؟ أبدا. نحن كنا بأول القضية قدام توقيف البي والعم، تم إطلاق سراحهم، أخذ تليفونات 3 تليفونات، تم سحب المعلومات منها بحسب المعلومات الأمنية. صار في DNA للعم يلي هو بحسب الأم هو يلي عم تتهمه بالاغتصاب. بعد ما طلعت نتيجته حتى هذه اللحظة يعني وحكينا عن التليفونات، وفي معلومة وهون أنا من كذا شخص أكدوها انه البي لما وصل البنت وصلها لعند الجاره ما عطيها لامها مباشره، وهيدي من شهود
وهون هو قال الوالد قال معنا فهون بعد النقطة اللي أنا بتهمني بمتابعتنا الاستقصائية إنه ليش الجارة لليوم ما في إفادة واضحة لها؟ يعني هل تم الاستماع للجارة؟ طبعا، لأنه بما أنه استلمتها الجارة وهيدي طفلة عمرها 5 سنوات أكيد هي أول حدا استلمها، أول حدا استلمها. كمان اللي عم بيأخر، لأنه اليوم الكل ناطر شو؟ ناطر التحقيق العلمي، ناطر الأدلة العلمية، ناطر الأدلة الجنائية، لأنه اليوم بنشوف في فحص الدي ان اي هو جزء منها، ولكن اللي عم بيأخرها أو اللي كمان شوي لخبط الموضوع هو إنه الأم بحسب المعلومات الأمنية صار في غسيل لثياب البنت، ما صار في صعوبه ينعرف مين المغتصب. اما لو هي مش مغسله الثياب هيدا الشيء اسهل. الام غسلت الثياب، هيدا بحسب المعلومات، اثار ما موجوده طبعا بقى. وحممتها. طب سؤال، هل هون هي عن قصد عملتها؟ لا، عن عدم درايه هيدا يعني. معطى. هل تم استجواب حدا من اهل الام؟ تم الاستجواب لكثير اشخاص من العائلتين. نعم. تم الاستجواب. هل في تدخلات سياسيه ليال؟ طبعا تأثر؟ طبعا، وحتى المعلومات الامنيه بمصلحة والمعلومات القضائيه واشخاص من العائلتين اكدوا لنا بكل الاتصالات اللي عملناها وبكل موضوعيه ودقه انه للاسف عم بيتم لملمه هذا الموضوع، مش قضائيا ولا امنيا، انا ما عم بتهم الامن والقضاء، عم بيتم لملمه الموضوع انه لك خلاص خلوها وبلا هالمشكل وليكوا والجرصه والى اخره. ما في جرصه. انا برايي الجريمه الاكبر رابعه اليوم، الجريمه الاكبر مش معمعه الموضوع او مش انه نسكت ونروقها بين بعضنا، لانه هيدي الطفله البريئه اللي انا ما بقدر، انا ما بتقربني، بس انا ما فيني شيل مشهد الصوره اللي هي وعم تبتسم والصوره اللي هي ومتفاجئه، بس ولكن للاسف تبين انه حتى هي وعم تبتسم بالصوره اللي قبل كانت عم تتعرض للتحرش والاغتصاب باعتراف من والدتها اللي ما لازم تكون بعدها بالبيت اليوم. يلي عم بتقول الاعلام اذا صار في لملمه، يعني طبعا هون بس هون الاخطر رابعه اللي عم بقوله انه اما اليوم باعترافها، مش انا اللي عم بحكي ولا انت اللي عم تحكي، اليوم اما عم بتقول انه حتى من قبل ما نتطلق كنت انا اعرف انه عم بيتم التعرض للتحرش ببنتي، وكان جوزي عم بيمنعني من عمها، وكان جوزي عم بيمنعني اني انا اتصرف. هيدا الشيء انا ما بدي صدقها للام، بس انا بدي اقول هيدا المعطى اولا يدين الام قبل كل طبعا. وقت انت عم تعرفي بنتك عم تتعرض الطفله لتحرش وانت ساكته، كيف انت ساكته؟ هيدي الجريمه. بس ولكن للاسف بعدنا يعني لين راحت وما في شيء بردها وما في شيء بيعوضها. المحاسبه ضروريه والمغتصب يجب ان يتحاسب باقصى العقوبات، بس ولكن لين لازم تكون درس لكل حدا اليوم عم بيتعرض للتحرش او للاغتصاب انه ما تسكت. مش عيب تروحوا تحكي المراجع المعنية، مش عيب تخبر أهلك إذا ما كانوا أهلك للأسف بحالات كتيرة عم بيكونوا هن المتحرشين. لازم تواجه، ما لازم تسكت. خلينا نستفيد من هذا الموضوع، لأنه موضوع التحرش منه موضوع عادي ومش مقتصر على لين وغيرها. للأسف بالمدارس، ونحن عم نتابع بالملفات القضائية، ورح اسمح لحالي احكي على قد ما أنا بحق لي احكي